ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل المكرونه البشاميل بكل اسرارها. بس بجد كل اللي هيدوقها من ايدك هيسألك عاملاها ازاي. بصوا، ما فيهاش ولا غلطة ولونها ممتاز جدا. هقولك على كل حاجة تنجحها معاكي بدون ما تحمري الدقيق في السمنة ولا اي حاجة. هعمل لك الصوص البشاميل على البارد، بس بجد النتيجة بتاعته جميلة جدا. بصوا، هي اصلا بتتكلم عن نفسها. بصوا، حاجه كده تبارك الرحمن، بجد ما فيهاش ولا غلطه. بجد بالطريقه دي هتبقى استاذه فيها. يلا بينا نشوف حضرناها ازاي مع بعض. اول حاجه كده معايا كيسين من المكرونه، اي نوع انت تفضليه. حطيت ميه على النار كده لحد ما تغلي، وضفت فيها حوالي كده ربع معلقه من الملح. الميه تغلي بقى وهنزل بالمكرونه. مش هسلقها سلقه كامله، يعني قبل ما تخش على السوا كده اللي هو السوا بتاع المكرونه اللي هي بالصوص الصلصه، هطفي عليها. اهي كده بقت تمام معايا. هطفي بقى النار وهصفيها. هنا معايا كيلو من اللبن زي ما انتوا شايفين كده. هضيف عليه كيس خلطة بشاميل واربع معالق كبار من الدقيق. اه كده زي ما انتوا شايفين. بجد افضل طريقة تعملي بيها صوص البشاميل. سهل جدا وبيبقى خفيف، مش بيبقى تقيل. يعني كل السمنة اللي انا استخدمتها اللي حطيتها في تعصيقة اللحمة بس. اللحمة انا معصجاها من قبلها. هقلب بقى كويس جدا كده. لازما النار تبقى واطية جدا وتقلبي باستمرار. بجد هتاخدي شوية صوص بشاميل بجد تحفة. دي طريقتي المعتمدة في البشاميل. بجد مفيش حد دقها إلا لما سألني عملناها ازاي. هضيف بقى التوابل، رشة من جوز الطيب ورشة من الفلفل الأسود، والملح بقى حسب الرغبة. وضفت كده قطعة من الزبدة وهقلب كويس جدا. كده الخليط بقى جاهز معايا. بصوا القوام ده اللي مظبوط جدا، اللي هو ولا تقيل ولا خفيف. اهو زي ما انتوا شايفين كده، جبت كمية المكرونة كلها. ضفت عليها كده حوالي 4 معالق من الصوص البشاميل. هحط نصهم في الصينية من تحت، وطبعا دهن الصينية بتاعتي زبدة. وحاطة في قاع الصينية حوالي كده معلقتين من الصوص البشاميل. وزعت اللحمة وحطيت الطبقة التانية. هحط بقى البشاميل، لازم البشاميل يغطي المكرونة. هسيب كده حوالي 4 معالق من الصوص البشاميل. وجبت بيضة هضيفها. هضيف رشة من الفلفل الأسود كده عشان زفر البيض. وهقلب كويس جدا. وبعد كده هوزع الخليط ده على الصينية كده من فوق زي ما انتوا شايفين. وصدقوني ما بتطلعش معاكوا زفرة ولا أي حاجة. بجد أسهل صينية مكرونة ممكن تحضريها. اعمليها بقى في رمضان كده في العزايم. هي خلاص طلعت معايا من الفرن، ويفضل ان هي ما تتقطعش وهي بقى سخنه. بس انا استعجلت عليها عشان التصوير وقطعتها وهي سخنه. شايفين؟ بجد تحفه. بصوا، هي بتتكلم عن نفسها واللون بتاعها ممتاز جدا. جوسي كده وحاجه كده تبارك الرحمن.
بجد اتمنى تجربوها بنفس الطريقة. اعمليها بقى في رمضان كده، وكل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. لو عجبتكم بقى الطريقة، يا ريت بقى ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. في حفظ الرحمن.